يختبر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبا جديدا تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم صفوف الأبيض. وكان الزمالك قد تعاقد مع 6 صفقات لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم عمر فرج ومحمد حمدي ومحمود بنتاي وكونراد وندياي وكوستا. النيجيري الإنجليزي أوفاي إيجاريا يخضع لاختبار داخل الزمالك تمهيدا للتعاقد معه، حيث يتم ضمه في صفقة انتقال حر. وبدأ أوفاي مسيرته في صفوف فريق أرسنال للناشئين قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي، وخرج للإعارة إلى ساندرلاند الاسكتلندي قبل الانتقال إلى صفوف ريدينج بشكل نهائي في 2020، وانتهى عقده مع النادي. وجاء إيجاريا بتوصية من البرتغالي جوزيه جوميز، والذي سبق له تدريبه في فريق ريدينج. الزمالك بيستعد ان هو يعمل 3 مباريات ودية عشان يرفع مستوى كفاءة اللاعبين واللياقة البدنية بتاعتهم قبل ماتش السوبر المحلي. اول ماتش هيلعبوا مع بتروجيت يوم الخميس اللي هو يوم 10 اكتوبر الجاي على ملعب بترو سبورت الساعة 11 الصبح. ويوم 13 اكتوبر هيلعب مع ايسترن كومباني الساعة 10:30 صباحا. وفي نفس اليوم هيلعب الزمالك مع زد على ملعب بوترو سبورت الساعة 5 مساء بناء على طلب الجهاز الفني للفريق، عشان طبعا زي ما قلت لكم يجهز اللعيبة لبطولة السوبر المحلي. المباراة دي بتهدف لرفع درجة الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل خوض المباراة المهمة اللي هي بطولة السوبر المصري.